السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ انا منى ودي قناه منمن احمد. لو انتي اول مره تشوفيني برحب بيكي، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. جايلكم النهارده بموضوع بنوته طلبته مني، وبصراحه ما حبيتش ان انا اتاخر عليها، بالذات ان هي قالت لي ردي عليا او قولي لي النهارده او بكره بالكتير. علشان خاطر تقريبا هي يعني لسه عروسه وفي حد متقدم لها. هي قالت لي عايزه ايه المفروض يتعمل او ان انا اعمل ايه او كده. وبرده في بنوته تاني قالت لي انا تقريبا بتعامل مع خطيبي بطريقه مش لطيفه، او طريقه كلامي بيحس ان انا صوتي كده متغير، وطريقتي بحس ان انا يعني زي ان احنا زي بعض كاصحاب او كده. فانا النهارده جايه لكم بصراحه، قلت انا مش مرتبه انا هقول لكم ايه، بس انا هتكلم معاكم كده من قلبي، يعني بما اننا يعني صحاب وبنات يعني زي بعض كده، فهنتكلم مع بعض كده في شوية حاجات. بس قبل ما ابدا معاكم، عايزه اقول لكم معلش ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بقالي فتره مش بنزل فيديوهات بانتظام، علشان انا بنختار يعني الوان الشقه وكده، فادعولي بقى. انا بحبكم جدا والله، وما اقدرش استغنى عنكم، بس معلش ما بيبعدنيش عنكم غير الشديد يعني. المهم، النهارده طبعا الفيديو بتاعنا هيبقى من سلسله نصايح وفضفضه بنات. زي ما قلت لكم هتكلم معاكم عن اكتر من حاجه، شخصيه البنت عموما وعلاقتها بالمجتمع، ونصايح ليكي، وطبعا نصايح قبل الخطوبه، المرحله اللي هي بتبقى ان لو في حد متقدم لك بتتصرفي ازاي او بتعملي ايه. اول حاجه هقولها لك وقلتها لك قبل كده وهقولها لك دايما، خليكي مبتسمه. زي ما قلت لك، حاولي عودي نفسك ان انت تبقي مبتسمه على طول، وشك دايما يبقى بشوش في حياتك اذا كنت مرتبطه او لا. خليكي كمان ذوق مع الناس كلها، خليكي دبلوماسية في تصرفاتك وفي كلامك وفي ردودك. خلي طريقتك حلوة وشيك كده. ولو حد طلب منك خدمة، لو تقدري تعمليها اعمليها، وقدميها بطيب نفس يعني. لو تقدري يعني تعمليها او كده، ولو ما تقدريش ممكن تعتذري باسلوب كويس وراقي كده. حاولي كمان ما تناميش، يعني النصيحة دي بجد لكل الناس. حاولوا يا بنات ما تناموش، ولو في اي حد غير البنات كمان بيسمعني، محدش ينام وحد زعلان منه او مزعل حد. والله يا بنات، والله يا ناس، ما في اي حاجة مستاهلة. انا عارفة ان في حاجات بتحصل بتخليكي ما تقدريش على ده، بس حاولي يعني، حاولي بالله عليكم، والله ما في حاجة مستاهلة. كمان لازم تكون مشيتك كده راكسة، وكتافك تكون مرفوعة، وراسك لقدام، مشيتك كلها نعومة وأنوثة، بس طبعا يكون باحترام، لحسن حد يفهم نعومة وأنوثة دي يعني غلط. أهم حاجة ثقتك في نفسك، مهما كانت عيوبك حاولي تعدليها. ما تقعديش تقولي أنا في عيوب، أنا مش كويسة، أنا لا، أنتي تقدري تصلحي كل العيوب اللي فيكي. طالما انتي شايفة ان في عيب وعايزة تصلحيه، دي حاجة كويسة جدا. في ناس بيبقى فيها عيوب وللأسف ما بتبقاش عارفة ان هي فيها عيوب، وبيبقوا متكبرين، ودي حاجة طبعا مش حلوة جدا. حاولي تزودي ثقتك في نفسك بكل الطرق اللي انتي تقدري عليها. خلي صوتك دايما هادي وكلامك قليل ومفيد، ما تقطعيش كلام حد. يعني لو حد بيتكلم قدامك ما تخشيش في الكلام كده مرة واحدة، الحركة دي على فكرة مش حلوة خالص، بتضايق. خلي بالك كمان في طريقة اكلك، سواء انت كنتي بره او لوحدك. حتى لو انت بتاكلي لوحدك، حاولي ان انت تتعلمي الاتيكيت. ودي حاجة مش وحشة على فكرة، يعني دي حاجة حلوة، انك بتحاولي تطوري من نفسك وتتعلمي حاجات تفيدك. مش بتبقى تناكة او مش بتبقى حاجة، لا، انت كل ما بتحاولي ان انت تعلمي نفسك حاجة، دي بتبقى حاجة كويسة ليكي يعني. ثقفي نفسك في كل المجالات، يعني حاولي يكون عندك معلومات في اي حاجة وفي كل حاجة، حتى لو معلومات بسيطة. اقرأي كتير، اسمعي كتير عن قصص وحكايات، وخلي دايما على فكرة القراءة بتنمي فعلا المخ، وبتعرفك حاجات كتير، وبتوعيكي. آه، ايه تاني؟ يعني هي بصراحة بتغير من شخصية البني ادم كتير للافضل، من غير ما تحسي كمان، وبتحسي ده لما بتيجي تتناقشي مع حد او تتكلمي مع حد. بالنسبة بقى للبنات اللي متقدم لها عريس،
يعني اللي باذن الله يعني داخله على خطوبه. آه، زي ما قلت لكم قبل كده يا بنات، حاولوا طبعا ان انتوا تستخيروا ربنا قبل اي حد. اول ما يتقدم لك عريس ان انت تستخيري الله كده، تصلي وتدعي ربنا، لو في خير ليكي يقربوا منك، لو ما فيهوش خير ليكي يبعدوا عنك. وربنا باذن الله هيديك الخير كله. لازم كمان تعملي حاجة مهمة جدا، هو مش انتي اللي بتعمليها، اهلك هم اللي بيعملوها، ان انتي تسألي عنه كويس. حتى لو قرايبك، يعني هو حتى لو لو قريبك، يعني تسألي عليه قرايبك لو هو مش قريب ليكي قوي. لو هو قريب ليكي حاولي برضو ان انتي تسألي عليه، تشوفي طبعه وتشوفي طريقته. لان برضو احنا مش يعني حتى القرايب في ناس كتير ما بنبقاش عارفين عنهم حاجة. ولو جارك اسألي عنه، اسألي اي حد عارفه، اسألي في المسجد جيرانه، زمايله في الشغل، زمايله في الشارع. اسألي عليه، حاولي ان انتي تعرفي يعني ايه اخلاقه وايه اهله ايه، حاولي ان انتي تعرفي عنه كل حاجة. صدقوني يا بنات الموضوع ده مهم جدا، والخطوة دي لازم تتعمل. في ناس كتير بتتغاضى عنها، بس يعني ربنا بإذن الله يكتب لكم الزوج ان هو يكون صالح يعني وكويس ويتقي الله فيكي. وزي ما بيقولوا كده يا بنات، النسب يعني لازم تكوني متأكدة انه كويس واهله كويسين وناس طيبين. وعلى فكرة الوسامة والمركز الاجتماعي الكويس وكتر المال ده مش دليل على انه كويس او ان هو حد كويس. يعني في ناس تكون تحسيها ان هي مبسوطة وفي مركز اجتماعي كويس، معنى كده ان هو بني ادم كويس. لا، على فكرة دي مش دليل يعني. اهم حاجة فعلا ان هو يكون كويس بشهادة الناس اللي بيتعامل معاهم. هقولك على ايه كمان، اهم حاجة ان هو يكون متدين ويكون عارف ربنا عشان يعرف يلتقي الله فيكي. وطبعا في بنات كتير قوي عارفة معنى الكلام اللي انا بقوله ده، وبالذات البنات او السيدات المتزوجة يعني، والامهات عارفين حاجة زي كده. اهم حاجة الادب والاخلاق والدين، الثلاث حاجات دول مهمين جدا 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 يا بنات، اهم حاجة صدقوني. وطبعا لو طلع كله تمام وشاب كويس وارتحتي نفسيا، توكلي على الله وربنا يكرمك يا رب، ويجعله زوج صالح ليكي، ويجعلك زوجة صالحة ليه، وربنا يوفقكم كلكم. معلش اذا كنت طولت عليكم، بس انا حبيت اتكلم بالنسبة للبنت اللي طلبت مني تعمل ايه وكده. فزي ما قلتلك اعملي بس الخطوات اللي انا قلتلك عليها. حاولي ان انتي تعملي تكوني مبتسمة على طول، تسألي عليه في نفسك انتي. وبرضه انا كنت اتكلمت قبل كده في اول قعده ما بينكم، بتحاولوا ان انتوا تتعرفوا على بعض. طبعا حاولي كلامك يبقى قليل، ولو هو سألك على حاجه تكون ردودك صريحه ومختصره، ما تتكلميش كتير. طبعا لو هو بيتكلم ما تقطعوهوش في الكلام. حاولي طبعا يكون لبسك شيك كده وانيق. الميك اب يا بنات، الميك اب مش لا، ده تقريبا كل الشباب ما بيحبوش الميك اب الكتير. حاولي دايما الميك اب بتاعك يبقى هادي وخفيف، ما يكونش حاجة اوفر يعني. ولبسك طبعا يكون محتشم وساتر، ويكون برضو شكله شيك وحلو، وكله بنت طبعا على حسب الستايل بتاعها. بس كده عشان ما اطولش عليكم. لو عايزيني اتكلم في اي موضوع تاني ما تنسوش تسيبولي ده تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي الجديدة وصفات وخلطات منمن. باذن الله هنزل لكم فيديوهات فيها جميله جدا هتنفعكم. اللي مأخرني في الفيديوهات ان انا بجرب حاجات، فانا عايزه اديلكم الحاجه تكون نتيجتها يعني اكيد. فانا باذن الله هنزل فيها
يعني فيديوهات وكده. انا بس عندي النت معلش مش حلو زي ما قلت لكم، الفتره اللي فاتت دي كنت مشغوله. فعايزاكم تدعوا لي يا بنات بالله عليكم، وانا بحبكم جدا وربنا يخليكم ليا، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. وما تنسوش صح يا بنات تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر كمان، هتلاقوا مواضيع كتير حلوه هتعجبكم. ولو عايزيني اتكلم في اي حاجه اكتبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله على خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه يا حبايب قلبي.